مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المشاهدين، على حسب ما تشوفوني. أنا الصحفية مريم مختار، للناس الجديدة اللي لسه متعرفنيش أهلا وسهلا بيكم، منورين الجروب ومنورين القناة. اللي لسه مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. لايك وشير وكومنت وسبسكرايب علشان نشوف حادث تصادم مروع بين سيارة سيرفيز وأخرى نقل بالطريق الدولي بدمنهور بمحافظة البحيرة. الحادث أسفر عن وفاة مهندسة وإصابة 7 مدرسين تم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإزالة آثار الحادث بعد نقل المصابين والمتوفية للمستشفى. المتوفية هي المهندسة أمل محمود كمال خفاجي، مهندسة بقسم الأجهزة بمحطة كهرباء دمنهور. مجلس إدارة شركة الكهرباء بينعي الفقيدة وبيقدم خالص التعازي لأسرتها، ربنا يرحمها ويصبر أسرتها جميعا. مهندسة عندها 49 سنة، مقيمة بدمنهور. المصابين هم أستاذ محمد عبد المنعم 57 سنة، وأستاذ ميلاد أنور ميخائيل 49 سنة، وأستاذ ياسر فتحي عبد الشافي 53 سنة، وأستاذ محمد مسعد 38 سنة، وأستاذة ابتسام محروس 51 سنة، وأستاذ طارق رفاعي 53 سنة، وأستاذة زينب شعبان 55 سنة. إصابات متفرقة بالجسم، جميعهم مدرسين ومقيمين بدمنهور، وحاليا في مستشفى دمنهور التعليمي بيتلقوا العلاج اللازم، والمتوفية في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجاري إنهاء الإجراءات لتشييع الجنازة. خالص التعازي لأسرتها، ربنا يصبرهم ويعزيهم، وربنا يشفي المصابين ونطمن عليهم، وإن شاء الله تكون إصابتهم بسيطة. كانت معاكم مريم مختار.